السلام عليكم. المحامي اللي كيترافع ضد الياس المالكي وسمعوا التصريح اللي قال على الابتزاز ديال الام الياس. علاش؟ لانه صحيح. مادام بغى تنازل خصو يخلص الصوائر والمصاريف. نعم. اللي عيط ليا هذا السيد ما هضرش حتى مع الام، قال لي استاذ الاسعاف ديالك، قلت له في كل ملف من الملف زائد ضريبه على القيمه المضافه 20% بالمصاريف ديالها عندي 4000 درهم في كل ملف. نعم. 4000 درهم عندي 100 ملف هنايا زائد 100 ملف اخر. هو دار عمليه حسابيه، والله ما قلت له مبلغ ديال 800 درهم. هو حسبها قال لها راه 80 مليون. هي ناضت استاذ، ماشي قالت لي استاذ بزاف 80 مليون، لا استاذ و80 نمشيو بزاف. معاك لاخذ الكلام ديالك. انت الاسعاب ديالك اش دخل ام الياس المالكي في الاسعاب ديالك؟ انت كترافع ضده، ما عندها حتى دخله في الاسعاب ديالك. هذه الاولانيه. ثاني حاجه، هذا الكلام اللي غادي تسمع دابا شنو هو القول ديالك عليه؟ دابا ولا نكملوا شغلنا؟ لا بغيت عاود ديتي يدوز ولدي، لا نجي دابا. ودابا اذا حتى حنا غادي نجيو، الا الاستاذ الا كنتي الا قال الولد غادي يدوز، حنا غنكونوا تما، غادي نغوتوا تما ونحيحوا تما. علاش غتحيح؟ لا ما فهميني، دابا حنا عندنا ملفات اخرين غير هادو. حتى حنا اولا غادي نمشيو للمحكمه ونتجمعوا كاملين ونديروها. لا شفتك تحمستي بزاف من هضرتي معاه عاد ثبتي شويه. لا حنا عندنا ملفات بزاف داخلين. ساقي ولا شويه بارك ما تعداو على الدراوش ديالكم، كديروا لهم مخرج وديال الناس كتغرقوا بنادم. انا ما مع حتى شي واحد، مع الحق، ما مع الياس، ما مع حتى شي واحد، مع الحق. ياك المسطره القانون واخد المجرى ديالها، وخليو داكشي يمشي قانون. ياك نتوما خصكم زيرو تفاهه، ثم الغلاب ديالكم ما بيه شي زيرو تفاهه، بيه شي حاجه اخرى. والله اعلم. الله يدير شي تساود الخير الاخوان، والله يسهل على الجميع. تحياتي للمسؤولين الشرفاء اللي عندهم الغيره على هاد البلاد كيخدموا بالشرف ديالهم، وما كاينش باك صاحبي. سلام عليكم.